السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل التكسبون في البيت او التكسبون البيتي بمكون واحد بس، الا وهو الصابون اللي احنا البلدي اللي احنا بنعمله في البيت. نبدا على بركة الله، بس قبل ما نبدا نصلي على رسول الله ونسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس يوصلك مني كل جديد. نبدا على بركه الله. هو مش فيش غير هو مكون واحد بس اللي هو الصابون البلدي. دي صابونه بلدي بشرتها وبقيت بالشكل في الطبق ده. هو الشكل ده بتاع الصابونه بعد ما بشرتها. طبعا الصابون ده بقاله فتره، انا عاملاه بقاله فتره طويله يعني، فانت لو عملتيه واستخدمتيه على طول في اي حاجه مفيش اي ضرر على ايديك. لكن لو عاملاه جديد فلازم تستني 40 يوم كالعاده. هتبشري صابونه بالشكل ده وهتحطي عليها ميه سخنه قوي، بقى ميه سخنه بتغلي يعني، وهتقلبيها. احنا بنعمل كده ليه؟ احنا بندوب الصابون او بندوب بشر الصابون اللي احنا بشرناه. اللي هو ده بس التكسبون البيتي. هيستخدم في ايه التكسبون ده او الصابون البلدي ده؟ لما تسيحيه هتستخدميه في ايه؟ هتستخدميه في كل المنظفات اللي هتعمليها في البيت، من صابون سائل لبرسيل جل لشاور. لو عايزه تعملي شاور بما انه قعد فتره طويله قوي فالماده الفعاله في البوتاص خلاص راحت، ممكن تحطي منه للشامبو، ممكن تحطي منه شامبو السجاد، اي حاجه للمنظفات هتعمليها. لغسيل الستاير، الملابس البيضة، العجينه البيضة دي، للغسيل الابيض تحفه تخلي الغسيل قشطه. لايه تاني؟ لبرسيل بقى بكل انواعه، والبرسيل الاوتوماتيك والبرسيل اللي هو الجل يعني. ممكن تحطيه في كلوركس الجل، هتحطيه في كل حاجه كده. واحنا ان شاء الله هنعملهم تباعا حاجه حاجه بالحبه الصابون دول. بصي هو كده، بصي ده ازاي. ان شاء الله زي ما قلت لك هنعمل الحاجات دي حاجه ورا حاجه باذن الله في فيديوهات جايه ان شاء الله كتيره. اهو كده الصابون، وبما انه لسه سخن فانتي ما تعمليش اي حاجه اكتر من انك تسيحي صابون بشر الصابون بالشكل ده، عشان خاطر هو لما يبرد هيتقل قوي. وهتشوفي دلوقتي انا الصابون ده هعمله وهسيبه بتاع مده ساعتين تقريبا، وهوريكم وصل له لايه مع بعض دلوقتي. افضل اقلب عشان خاطر كل التكتلات تدوب. وبما اننا على ابواب الشتاء فهنغسل طبعا السجاد وهنغسل الستاير وهنغسل الحاجات دي كلها. في ناس بدأت اصلا عشان المدارس، بس هنعمل الحاجات دي كلها في دخول الشتاء برضو عشان خاطر كالعادة يعني تنظيفات قبل الشتاء. بصي هو كده داب وبقى حلو قوي خلاص، هو كده داب. بصي لونه عامل ازاي. بعد شويه هتلاقيه فتح وتقل كده. سخن لسه، هنسيبه لمده ساعتين وارجع لكم تاني اوريهولكم وصل لايه كده بعد ساعتين تقريبا. بصي لونه فتح، بصي تقل ازاي. وكل ما هتحطي له ميه كل ما هيتقل اكتر، هوريكي دلوقتي. وده زي ما قلنا دي بدايه كل الحاجات اللي احنا هنعملها. بصي تقل ازاي، بصي ازاي. هنحط له بقى حبه ميه كده، هنحط حبه بحبه. دي نص كوبايه مش كوبايه كامله. هتحطي له ميه هتلاقيه تقل اصل اكتر يعني، كل ما هتحطي ميه كل ما هتلاقيه تقل اكتر. بصي عمل ازاي. وانا كده ما حطيتلوش اي حاجه تانية، هي عباره عن صابون وميه فقط لا غير. بصي تقيل ازاي ولونه افتحي ازاي. بصي حطيت له ميه تاني، بصي عمل ازاي تقل يعني تقل تاني. فانا مش هزوده بقى ميه تاني عشان انا عايزاه اصلا تقيل،
عشان ابدا اشتغل بيه، وهبقى اخففه مع الحاجه لما اشتغل بيها بعدين. بصي شيل ازاي، ولو حطيت له ميه تاني هيزيد تاني وهيتقل تاني. فانا هخليه بالشكل ده كده اهوت، وهحطه في العلبه اللي هحفظه فيها لغايه وقت الاستخدام، وهطلعه قدامكم واستخدمه في الفتره الجايه ان شاء الله. هنعمل صابون سائل وهنعمل برسيل وهنعمل كذا حاجه بيه ان شاء الله. كده هننزل كل حاجه في البوله اللي فيها، وهنزلها عشان نركنه على جنب، زي ما قلت لكم هنشتغل بيه تباعا. كده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبك ونال رضاكي واستحسانك. اخر حاجه بقى هوريكي كثافته، او هوريكي الغلظ بتاعه. بصي عامل ازاي، بيتقرص قريص. بصي عامل ازاي، انا هخليه بالشكل ده عشان اوريهولكم وقت الاستخدام. كده شكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في امان الله.